قصتنا النهاردة اسمها ممكن تبقى المعلم بتاعي. كان يا مكان كان في واحد بيحكي قصص للناس. الراجل ده كان مشهور جدا، لكنه كان حزين لأنه مش لاقي قصص يحكيها. هو كان متعود دايما إنه يلف من قرية لقرية عشان يحكي للناس القصص بتاعته الممتعة. ولما لقى نفسه ما بقاش عنده قصص يحكيها للناس، كان ساعتها حاسس بالحزن جدا، وراح قعد لوحده في مكان بعيد في الصحراء، وكان باصص على الأرض وسرحان. وفجأة شاف من بعيد بنت صغيرة معاها شوية أغنام بترعاهم. ولما البنت شافت الراجل بصت عليه كده وقالت لنفسها: ياه، ده الراجل اللي بيلف الشوارع ويحكي قصص، أنا عارفاه، أنا سمعت منه قصص كتير جميلة ومسلية. قربت منه وقالت له: أنت شكلك حزين قوي، يا ترى إيه اللي حصل؟ قال لها: أنا مش لاقي قصة أحكيها للناس. البنت استغربت جدا وقالت له: إزاي؟ وفكرت وقالت لنفسها: الواحد ممكن ما يلاقيش معزة زي اللي معايا كده، أو ممكن ينسى شنطة المدرسة، لكن إزاي حد يضيع منه قصة وما يلاقيهاش؟ إزاي مش لاقي قصة؟ الراجل قال لها: المعلم بتاعي علمني قصص كتير قوي، وأنا حفظتهم كلهم كلمة كلمة وحرف حرف، وحكيتهم للبلد كلها، ودلوقتي الناس عاوزين يسمعوا قصص جديدة، وأنا خلاص مش لاقي قصة أحكيها لهم. أنا مش عارف ألاقي قصة جديدة أحكيها للناس، مش عارف أعمل كده. البنت قالت للراجل وكأنها ما سمعتش هو قاله: أنت دلوقتي بتبص على إيه؟ قال لها: ولا حاجة. فقالت له: عارف، من شوية قبل ما أشوفك شفت عشب في الأرض في الجو الحر ده. يا ترى فكرت إيه ممكن تكون قصة العشب ده؟ يا ترى فكرت قبل كده إن العشب ده بدأ حياته وهو بذرة صغيرة جدا، وما كانش عارف يا ترى هيعيش ولا هيموت من العطش وهو في الصحراء والجو حر قوي حواليه، والجذور بتاعته كانت بتدور على طريق تمد فيه تحت الأرض. وبعد شوية بدأ يكبر وفضل مكمل حياته وما استسلمش أبدا، حتى وهو عارف إن ممكن معزة من اللي معايا تاكله. بالعكس، ده فضل يكبر ويطول كل يوم عشان المعزة تاكله وعشان يساعدها إنها تعيش. والمعزة كمان بتعمل نفس الحكاية معايا أنا وعيلتي، وبتساعدنا إننا نعيش. الراجل بص على العشب اللي حواليه وكان متفاجئ جدا، وكأنه بيشوفه لأول مرة في حياته. البنت سألته وقالت له: يا ترى شايف إيه كمان حواليك؟ فقال لها: شايف قدامي المعزة الكبيرة بتاعتك دي اللي عندها قرون طويلة شوية. فابتسمت البنت وقالت: حتى المعزة دي ليها قصة، دي كانت أول معزة بابا وماما اشتروها، كانوا بيحوشوا كل قرش عشان يقدروا يجيبوها، وهي اللي جابت كل المعزات الصغيرين اللي انت شايفهم دول. لكن حياتها ما كانتش سهلة أبدا. المعزة دي دفعت عن نفسها وعن ولادها لما هجم عليهم الثعلب. الثعلب أكل شوية من ولادها، لكنها كانت شجاعة ودفعت عن نفسها وعن اللي باقي من الأولاد. والمعزة دي كمان بتدينا اللبن بتاعها اللي بنعمل بيه الجبنة، وكل الأسرة بتاعتي بتحبها جدا وبنعتبرها واحدة من عيلتنا، وبفضلها احنا عايشين عيشة كويسة ومرتاحين. بعد شوية البنت سألت الراجل: هو انت حاسس بإيه دلوقتي؟ قال لها: مش قادر أحدد كويس. الراجل قعد يفكر في كلامها وقال لنفسه: أنا من شوية كنت حاسس بالحزن، ودلوقتي لما سمعت كلام البنت عقلي بدأ يفكر، يا ترى الصخرة اللي أنا قاعد عليها دي ليها قصة؟ يا ترى قصتها فيها معاني عن القوة والتحمل؟ طب يا ترى أشعة الشمس دي
ليها قصة. يا ترى الشمس قصتها عاملة ازاي؟ هل يا ترى قصتها إنها بتنور الدنيا ولا إنها بتساعد النباتات تعيش؟ يا ترى الرياح اللي بتحرك السفن في البحر هي كمان ليها قصة؟ بعد شوية البنت بصت للراجل وشافت في عينيه إنه فهم كلامها كويس وتعلم منه، وقالت له وهي بتحرك إيديها في الهوا وبتعمل دايرة كبيرة: كل الحاجات وكل شخص في الدنيا ليه قصة. الراجل فكر في كلام البنت وقال لنفسه: قصة النهاردة عني أنا، إني كنت حزين ومشيت ورحت قعدت على صخرة في الصحراء وكنت باصص في الأرض وسرحان، وقابلت شخص ساعدني ورجعلي الأمل من تاني. وبص للبنت وقال لها: ممكن تفضلي تساعديني وتبقي انتي المعلم بتاعي؟